احلى مسا على اخواتي وحبايبي، يا رب كلكم تبقوا بخير وصحه تملي كده يا رب. والحمد لله احنا كلنا فرحانين بعد ماتش نادي الزمالك اللي قدر يكسب 3-0. نادي الزمالك عمل كل حاجه حرفيا كان المفروض يعملها في استاد القاهره. نادي الزمالك عمل كل حاجه حرفيا كان المفروض يعملها هنا في القاهره، عملها هناك في غانا. نادي الزمالك قدر يسجل 3 اهداف، كان قادرين نسجل اكتر. اللعيبه حسيتها بجد مرتاحه جدا، لان ارضيه الملعب اسوأ ما كان في المباراه هي ارضيه الملعب. ماليش دعوه بالحراره، ماليش دعوه بالجو، ما كانش مؤثر قوي زي ارضيه الملعب. ارضيه الملعب كانت زي الزفت زي الزفت، لكن اللعيبه قدرت تتغلب على النقطه زي دي بتسجيل هدف بدري. اسهلنا الامور عن نفسنا، قدرنا نسجل 3 اهداف وكنا قادرين نسجل اكتر ب... بابداع من سامسون الكانولا. سامسون الكانولا عمل ماتش. انا شايف سامسون الكانولا ما ينفعش يقعد تاني. سامسون كان ما ينفعش يقعد دكه تاني. الواد ده ما ينفعش يقعد دكه تاني. مصطفى شلبي في الماتش اللي كان هنا في القاهره، ماتش مصطفى شلبي ما كانش قادر يقدم المستوى المطلوب، لكن في الماتش دوت انا شفت مصطفى شلبي قدم المستوى المطلوب، صنع وسجل وعمل كل ما يقدر عليه في مباراه كانت صعبه. فمصطفى شلبي كان نجم المباراه ضمن سامسون الكانولا والكلام دوت. فانا شفت ابداع من فريق نادي الزمالك بامانه ربنا. دونج كانش افضل حاجه، بس دونج عنده انذار. فدونج لو كان اخد انذار تاني كان هيغيب عن ماتش النهائي اللي هو خلاص قصاد نهضه البركان. كلنا عرفنا ان الماتش هيكون قصاد نهضه البركان. في فيديو تاني ان شاء الله هينزل هنتكلم فيه ميعاد الماتش اللي هيبقى هناك عندهم والماتش اللي هيبقى عندنا، ونفس الكلام للنادي الاهلي، والكلام ده في فيديو هينزل تاني للموضوع دوت. فخلينا نتكلم اللي بينة ربنا ماتش نادي الزمالك قدر يعني. هو تملي نادي الزمالك لازم يصعد بسيناريوهات صعبه. احنا كنا يا جدعان بنموت، انا كنت شايف الايام من امبارح كلنا كنا بنموت، بس الحمد لله قدرنا نكسب زي ما قلتها بابداع من جوميز وابداع من سامسون اكينولا ومن كل اللعيبه، والله مش من حد بس يعني اللي ظهر قوي كان سامسون اكينولا وبس. يعني الحمد لله على الصعود، والحمد لله ان احنا صعدنا للنهائي، وان شاء الله نقدر ناخد البطوله ان شاء الله. وبس، سلام.